الفيديو ده للناس الحلوة اللي بتحب التفاؤل وبتحب تزين بيتها وتعمل مناسبات جوه البيت، مش للستات الكسلانة اللي ما بتحبش تعمل حاجة ومستنية جوازاتها هم اللي يعملوا لها بس. انا عارفة ان في ستات ممكن تزعل مني وفي ستات تانية ممكن تنبسط جدا بالفيديو ده. انا بقى عاملة الفيديو ده للستات اللي بتحب تنبسط بالكلام ده، الستات والبنات اللي بتحب تكون سبب بهجة لبيتها وبتفكر فيهم وبتفكر ازاي تبسطهم، مش مستنية اللي يفكروا فيها عشان يبسطوها. نصيحتي ليكي ما تستنيش يتعملك، اعملي انت بكل حب، لان هو ده دورك. ان الطرف الاخر انه يعمل لك حاجة، اكيد طبعا انا ما بعترضش على ده، بس ما تستنيش تشوفي هو هيعمل. وحشتوني يا حلوين، ازيكم عاملين ايه اخباركم؟ هابي فالنتاين ويا رب كل ايامكم عيد، صباحكم فل ومساكم فل ان شاء الله. النهارده فيديو جامد جدا، اولا منعش وكده وبيدي تفاؤل هايل، وانتوا كل الناس اللي عندي في القناه بتحب جدا نوعيه الفيديوهات دي لان بلاقي عليها تفاعل كبير جدا. بس يلا بقى من فضلكم حطوا لي كومنت حلو علشان خاطر الفيديو يترفع، وحطوا لي اللايك، ما تنسوش اللايك ده مهم جدا علشان يترفع وبقية أعضاء القناة كل المشتركين يشوفوا الفيديو. بس كده، وهقول لكم بقى ازاي بستخدم كل الحاجات اللي انتوا شايفينها دي، الورد والبلالين، وازاي بنلزق البلالين في السقف، ودي طبعا بتسأل عليها كتير قوي. يلا كملوا الفيديو لغاية الآخر وشوفوا هعمل ايه. طبعا اول حاجة عملتها ان انا شلت طبعا الملايات ونضفته ولمعت الخشب كله، وروقته وظبطت الادراج، وظبطت الادراج والمنظمات بتاعتي. وكمان في جزء كده بيبقى تحت التسريحة، ببقى مجمعة فيه كل التفاصيل بالشكل ده، يعني لحد ما كده تنظيم على الماشي. طبعا الشباك، الخشب كله، الدولاب، الستاير كانت نظيفة محتاجتش ان انا اغسلها. وبس كده ويلا نفرش. بس وفرشت الارض كده، السجاد كله. نيجي بقى للسرير. قبل ما هفرش السرير هعلق الزينة الاول، علشان بس الملاية اللي هفرشها ما تتبهدلش عشان هتبقى بيضة. اول حاجة الجوخ، بصوا عملت منه القلوب دي، انا كنت عاملاها وشايلاها. انا فرجتكم على الخامات الفيديو اللي فات، اللي ما شافوش يروح يشوفوا. وقلت لكم الاماكن اللي بشتري منها الحاجات دي. فده كده القلوب اللي انا عاملاها، بص بسيطه خالص، قلبين جوخ ومعلقاهم لازقاهم بالشمع، بالورقه السوليفان. طبعا الشريط ده ممكن برضو نستخدمه بدل السوليفان، يعني ممكن برضو الستان بدل السوليفان نلزقه يعني هنا بين القلوب، ممكن نعمل قلب واحد يعني كل واحد وذوقه. البلالين طبعا، الورد، الفرو هنعمل بيه حركات، التل. وانا هستخدم التول ده بينك، بس هو باين ان هو على ابيض شويه بس هو بينك. وده شافون، هشوف اذا كنت هستخدمه ولا لا، يعني على حسب الشكل اللي انا هعمله. وهوريكم البلالين بنلزقها في السقف ازاي، وازاي نعملها زي بلالين الهيليوم اللي بتبقى مرفوعه لفوق ومتعلقه. يلا بينا نشوف. بصوا بقى عشان نعمل شكل البلالين الطايرة. طبعا ايه، انا فرخت مجموعة وقلت بقى هوريكم بعملها ازاي. بجيب البالونة بعد ما بنفخها، وبجيب شريط السوليفان، ونحط ايه، هنربطه. يعني بصوا هنعمل مسافة مثلا زي دي كده، تمام، على حسب الطول اللي احنا عايزينه والمنظر اللي احنا عايزينه، وانتوا هوريكم الشكل النهائي في الاخر. هربطها كده علشان ده اللي هيبقى مدلدل من البالونة، بس هيبان كأن ايه، البالونة طايرة فوق وليها حبل كده. ممكن نعمله طويل اكتر من كده يعني براحتكم، تمام. انا عملت شوية اصفر وعملت شوية اخضر وشوية احمر، يعني نوعت كده، تمام. طيب ازاي بقى بنلزقها في السقف؟ وده السؤال اللي بتسأل في كل الفيديوهات السابقة بقالي سنتين وبرد عليه في كل مرة، بس يعني مفيش مشكلة هنقوله تاني. انا بجيب السولوتيب اللي هو الكبير ده، خليكي هنا. بجيب السولوتيب الكبير، بقطع حتة كده كبيرة،
كده مثلا. بمسك السولوتيب، هي ناحية بتلزق وناحية لا، تمام. بلفها كده، تمام، بلفها. فاهمين؟ اهي، يا رب تكون واضحة. اهي الناحية اللي بتلزق اهي، تمام. بلفها كده عشان تبقى بتلزق من ناحيتين، تمام. واقوم حطاها فين؟ شايفين البالونة بيبقى فيها جزء كده في النص غامق من فوق، يعني الشريط اهو من تحت وهي من فوق في نقطة هنا كده بحطها عليه، بس كده. دي كده وهلزقها بقى في السقف وهوريكم. ودلوقتي علقت البلالين زي ما انتوا شايفين كده، تمام اهو. وده السوليفان اللي نازل منه. حطيت كمان القلوب اللي هي الجوخ اللي انا كنت عاملاها، ودي كانت طل ابيض برضو حطيته. وده فرع النور ده انا على طول حطاه اصلا. حطيت كده 3 بالونات. بصوا البالونات دي انا لازقاها من الجنب مش من فوق. لكن يعني بصوا، دول 3 انا لازقاهم كده يعني على الحيطه كده، تمام. ودول لازقاهم في السقف زي ما انتم شايفين كده. ده التل. انا اصلا بص اهو، ده التل اللي انا هعلقه عشان هعمل بيه حركه كده. يمكن اللي شاف فيديوهاتي قبل كده هيتوقع ايه الحركه اللي هعملها. انا عامله علقه فوق مثبتاها بالشمع. دي انا مثبتاها من بدري، يعني بقالها مثلا سنه او اكتر. كل ما بحب اعمل يعني علقات وتزيين وكده بعلق عليها. زي برضو في عندي علقتين هنا اللي حط عليهم النور على طول، تمام. نيجي بقى للسرير هفرشه دلوقتي. اديني هو فرشت السرير بالملايه البيضه. طبعا انا ما بحب اعمل ديكورات لازم افرش الملايه البيضه، وهفرش كمان الاورجانزا دي عليها. يعني نصيحه لو احنا عايزين نعمل اي حركات ب الورد المجفف على السراير كشكل يعني، بلاش نحطه على ملايه قطن. دي ملايه قطن لانه بيمسك فيها بيبقى صعب ان احنا نطلعه منها وبيشوك بصراحه. فانا هفرش دي علشان اعمل الديكور اللي انا عايزه اعمله عليها. فرشت الاورجانزا كده، وفرشت كمان الرانر دوت لونه احمر، تمام. جبت هنا قطعة الفرو الاحمر، عملتها على الخدادية وعملتها بالشريط كده كأنه شريط هدايا، يعني ظبطت الفرو كأنهم خداديتين زي ما انتم شايفين كده. حطيت الخداديتين الابيض وبعد كده الاحمر. الجزء السادس بقى ده هنعمل فيه حركات دلوقتي. وادي الورد اللي انا هعمل بيه شكل دلوقتي اهو. عملت كده شكل قلب. وادي التل اهو اللي انا كنت معلقاه زي ما انتوا كنتوا شايفين من شويه. بصوا شديته كده على السرير وحطيته هنا. كنت انا عاملاه لونين، اللون الاحمر وادي اللون البينك. هو مدي على ابيض شويه عشان هو فاتح خالص. وبرده رميته كده على السرير. دوت كان برضو قلوب عاملاها بالفوم، تمام. كنت عاملاها برضو من قبل كده. طريقتها سهله خالص، يعني هو الفوم نقصه على هيئه قلب، بتقصي 2 تحطيهم على بعض تلزقيهم بالشمع. وده السوليفان، وانا عامله 3 في كل سوليفانه اهو. مدي شكله حلو قوي عشان هو بيلمع. وده كده بعد ما نورت بقى النور، فرع النور. انا حاطه فرع نور على التل. هحاول ابينه لكم اهو.
كان لازم اضلم عشان خاطر ايه الفرع يبان. اهو حطها على التل. لا كده مش باين. هو النور بينور ويطفي اهو. شكله عامل اضاءة رومانسية تحفة. وده كده بقى بعد ما نورت الليد التاني. شايفين الجمال؟ بأمانة حاجات بسيطة يا جماعة وبتدي شكل مبهر بدرجة فظيعة. اهو نورت لكم عشان يبان البلالين مع الإضاءة اللي فوق السرير مع الإضاءة اللي موجودة على التل، اللي هي عاملة زي خيمة كده. هي خيمة يعني. تمام. طب بأمانة بالله عليكم كده تقولوا لي ايه رأيكم؟ بذمتكم مش جمدان؟ جمدان ما بعده جمدان. بصوا المنظر كده. شايفين؟ روعة. روعة ما بعدها روعة. والمنظر برضو من الناحية دي اهو. الإضاءة عامة بتعمل فرق جامد جدا. البلالين شكلها عسل قوي. القلب اهو اللي بالورد. شايفين؟ حركات بقى من بتوع الناس اللي بتصور بقى. يلا يعني اشمعنى احنا. اللي هو يعني جايبالكوا بقى المنظر من جوه لبره عامل ازاي. ما تنسيش بقى يا حلوه انت وهي تحطي لايك عشان انا بفكرك اهو، وتكتبي لي كومنت ايه رايك في الفيديو، وفي ايه حابه تسالي عنه او اقولهولك الفيديو اللي جاي. قلت اوريكم بقى منظر اخير كده والدنيا نور وواضحه. ادي البلالين اهي. انا كنت جايباها على فكره على انها احمر بس هي مطلعتش احمر، يعني طلعت نبيتي. بس لما اتنفخت بقت لون فاتح. بس يعني قشطه شغال. عايزاكم بقى لو الفيديو عجبكم تعملوا شير لاصحابكم، الناس الرايقه اللي بتحب من وقت للتاني تتفرج على فيديوهات تزيين، او هم بيحبوا بقى الفرفشه بيحبوا يزينوا بيتهم. حتى الناس اللي مش بتزين اعتقد ان فيديو زي ده ناس كتير قوي بتقعد تقول لي ان هو حسسنا بالتفاؤل وعجبنا قوي وكنا مبسوطين واحنا بنتفرج عليه. خلاص ابعتي لي اصحابك اهم ينبسطوا معاكي برضه ويحسوا بالتفاؤل. طبعا يعني انا بصراحه بحب قوي 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 التزيين، وبحب افرح ولادي وبحب اعمل لجوزي وولادي كده جو لطيف. فانا دايما بحب استغل المناسبات جدا. واخيرا بقى ده كده الشكل النهائي خالص بعد ما ظبطت كل حاجة وطفيت النور وشغلت اللايت بس. يا رب يكون الفيديو عجبكم، يا رب يكون اداكوا اي كده روح من التفاؤل. كل عيد حب وانتوا طيبين. الزينة دي طبعا مش بس العيد الحب، ممكن نستخدمها في اي مناسبة. الكريسماس ممكن نستخدمها في العيد، ممكن نستخدمها في عيد جواز، في عيد ميلاد، في حاجات كتيرة قوي. انا بس كنت مجرد بديكوا افكار، وكمان بحب اشارككم كل الحاجات الحلوة المناسبات الحلوة اللي كلها تفاؤل. بنحاول نخرج من الجو الروتين اللي شوية بقى يعني ممل. طبعا كل الناس عندها ظروف صعبة. الظروف الاقتصادية مأثرة علينا كلنا. يعني كمان عدم الاستقرار في الدول اللي حوالينا أكيد مأثر برضو علينا. طبعا بندعي لهم ربنا معاهم ويقويهم ويعني ويبعد عنهم كل شر ويرحمهم لكل الناس طبعا اللي ماتت. بس المهم بقى خلينا في الفيديو بتاعنا. يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش الشير، مهم جدا ان انتوا تعملوه شير على الواتساب، على الماسنجر، على الفيسبوك.
يعني زي ما انتوا عايزين، وابعتوه لكل اصحابكم. واستنوني بقى الفيديو اللي جاي، محضره لكم مفاجأة جدا لكل الناس اللي هتتفاعل على الفيديو. ان شاء الله هعمل هدية كده حلوة تعجبكم. بس تابعوني، وعايزة بقى تفاعل على الفيديو. باي باي.